السلام عليكم. الغزالات البوغوصات الفنات الشميعات ديالي اللي مضوين عليا القناة، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قصة جديدة. ولكن قبل قولوا لي كي دايرين، كتعاودوا كي دايرين مع هاد البرد وفي القرايه والناس اللي خدامين، حتى الناس اللي جالسين في الدار. الله يحسن العوان للجميع والله يدوز كل شيء على خير وبخير. واول حاجه شكرا بزاف للبنات اللي ديما كيسولوا فيا وكيقولوا لي كيف بقيتي كيف بقيتي. اش غنقول لكم؟ الحمد لله الحمد لله على كل حال. كنحاول انني نرجع المورال لراسي، واخا القضيه شويه صعيبه. شي نهار ان شاء الله قولوا لي نتوما في لي كومونتير واش تبغيو ندير لكم شي لايف. قولوا لي ها نتوما قبل ما تبقاو تبداو تسمعوا القصه، قولوا لي واش تبغيو نديروا هكا شي لايف نهضروا فيه نتعرفوا على بعضياتنا اكثر. المهم الا بغيتوا نديروا ان شاء الله شي لايف ونهضروا بزاف، وديك الساعه غتفهموا بزاف الامور. ودابا الغزالات ديالي ما بقى ليا غير نقول لكم ما تنساونيش من الدعم ديالكم. هاك نتوما شوفوا لي لايك وحاولوا انكم هكا تطلعوا لي شويه لي لايك. خليو لي لي كومونتير زوينين بحالكم. ما بقى لي الغزالات ديالي غير نقول لكم على بركه الله نبداو في قصتنا. بابا، اش هادشي اللي انت كتقولوا؟ واش عندك عادي تقول لي بحال هاد الهضره هادي؟ كيف ما سمعتي غادي تزوجي، هي غادي تزوجي، وهادي اخر هضره واخر كلام عندي. قلت له دابا شنو بغيتي تلوحني في هاد الجواجه هادي باش المشاكل اللي ما بينكم وما بين العائله الاخرى تسالي؟ شنو بابا، انا حتى لهاد الدرجه سلعه رخيصه في يديك؟ كون كانت ماما عايشه ما كانتش غادي تخليك حتى تفكر ولا تسمح ليك انك دير فيا بحال هكا ابدا. واش كانت تخليك بابا؟ قال لي هذيك بنت امك. انا ما في اللي تصدعي لي راسي. الشرط الوحيد باش الامور اللي ما بين العائلات تولي مزيانه هو انك تزوجي ولد السي قاسم، وانا راني وافقت. هاد الهضره في هاد الموضوع هذا مره واحده اخرى ما بقيتش باغي نسمعو، ما بقيتش باغي نسمع الهضره في هاد الشيء. كتسمعي ولا لا؟ قدي راسك ووجدي راسك باش غدا جامع لك وراقك كاملين وغتكتبي كتابك. سمعتي ولا لا؟ قلت له بابا انت شنو كتقول؟ واش بهاد الزربه هادي؟ انا راه حتى السيد مازال ما عارفاش حتى كيفاش داير. قال لي الراجل ما فيه ما يتعب. سمعتي ولا لا؟ هو اللي يدو لي من ديال باه في الشركه، وزيد عنده واحد الكلينيك قدو قد الخلا، والسيد قاري برا ومتفتح. سمعتي ولا لا؟ راه خصك تحمدي الله وتشكريه، حيت ربي غيفتح لك بيبان ديال الخير وغادي تزوجي. ياك انتي غتزوجي اللهم زواجه بحال هادي. قلت له بابا ولكن انا راني باغا نكمل قرايتي. قال لي شنو القرايه ولا ما عرفت شنو؟ الا بغيتي يا لاله تقراي وتنجحي هي تهزي راسي قدام راجلك وعائله راجلك. نط من بلاصتي وانا معصبه، صافي ما بقيتش قاده وقلت له انا ما موافقاش على هاد الهضره هادي. هبا كتسمعني ولا لا؟ قال لي يا سبحان الله العظيم، غير كنشوفك كنتفكر امك الله يرحمها حياتها كلها وهي كتعاندني وراسها قاصح بحالك تماما بحال هكا. انا نقول لها كلمه وهي تجاوبني بعشرة. داكشي علاش بنتي الكلمه اللي قلتها دابا ما غاداش نعاود نتنيها مره واحده اخرى. غدا غادي نكتبوا كتابك ان شاء الله على ولد السي قاسم، وقسما بالله وإلا مشيتي حتى درتي شي حاجه اللي تغرسي ليا بها راسي في التراب لنكون دافنك تحت من رجليك في ارضك، وتا واحد ما يساق لك الخبار. كتسمعي ولا لا؟ ما نبغيش شي حاجه ها ولا ها. وخرجني وخلاني هكا كندب في حظي العوج اللي انا فيه. وانا يا البنات يلا في العمر ديالي 23 عام. كاين اللي غتقول لي رقد دقه الزواج ويه، ولكن الا ما كانش عندها اهداف ولا هكا شي حلم اللي باغا تحققه. اصلا انا ما عرفتش كيفاش با بغى يلوحني هاد اللوحه هادي ونمشي نتزوج بواحد كبر مني ب10 سنين. اش غنقول لكم؟ من مور ما ماتت ماما الله يرحمها اي حاجه ولات ضدي كانت دائما كتقول لي ابنتي عافري وكوني قويه على ود الحلم ديالك وما تستسلميش. ولكن غير قولوا لي مع من غادي نعافر؟ مع با كيفاش غادي ندير ليها؟ صعيب انك تحس ما كاينش امان مع الشخص الوحيد في الدنيا اللي خاصك تكون معاه مأمن. ما عرفتش.
المهم جلست على واحد الفوتاي وبديت تدفنت راسي هكا، وجهي ما بين الكفوف ديالي، والدموع ديالي شلال هكا خداو الطريق ديالهم على الخدود ديالي. شنقول لكم، دفنت راسي وبديت كان بكي وكنفكر، كنقول دابا شنو، نهرب زعما؟ ولكن الا هربت راه بابا مسكين غادي نمرمد ليه وجهه قدام العادي والبادي، وانا ما عمرني ما نقبل شي حاجه بحال هكا على با، يوقع اللي وقع، ولكن ما نديرش شي حاجه بحال هادي. كيف ما كان الحال راه كيبقى بابا. حسيدي ربي فرجها عليا، وداك الشي علاش ما لقيتش شي حل من غير انني نوض نتوضا ونصلي ونمشي لداك القنية ديالي الهادئ وندعي سيدي ربي، يا ربي انت الوحيد اللي عالم بحالي، حلها لي من عندك يا سيدي يا ربي. اصبحنا واصبح الملك لله. كنت واقفة قدام المراية لابسة واحد القفيطين وكنشوف راسي، ما بغيتش انني ندير ماكياج ولا نحط شي حاجه في وجهي. هاد النهار هذا كتسناه كل بنت وكيكون اسعد نهار في حياتها. ولكن انا هو اتعس نهار في حياتي. دازو هكا شي دقايق معدودين حتى سمعت شي واحد كيدق، قلت دخل. وهنايا دخلت صفية، كيف شافتني قالت لي صلاة وسلام على رسول الله، جيتي كي ديك القمرة المنورة. الا لا بسمة، انا ما نكذبش عليكم، شفت فيها وابتسمت واحد الابتسامة هكا غير صغيرة، وهي قربات مني وعنقاتني، قالت لي سمعيني ما تقلقيش عافاك، راه الناس اللي انت غادا عندهم راه ما قباحينش كيف ما انت كيسحاب ليك، سمعتي ولا لا؟ يلا يلا نخرجوا راه كيتسناونا. صفيه يا صفيه هي بنت الخدامه اللي كتخدم عند دوك الناس في الدار، عندها عائله السي قاسم. ملي كنا صغار كنا كنحماقوا انا وياها نلعبوا مع بعضياتنا. ايوا داكشي اللي كان شداتني وداتني، خرجنا من تما وانا رجلي كل ما كتزيد خطوه لقدام كترجع جوج ديال الخطوات اللور، ويدي صفيه على الكتف ديالي كتحاول انها تطمئني. خرجت وشفت شي وجوهها اول مره في حياتي نشوفهم، ولفت النظر ديالي واحد الشخص اللي كان جالس حدا العدول، كان لابس واحد اللبيسه كتحمق، كان هكا كيبان زوين. لا لا الصراحه هو راه زوين. استغفر الله العظيم. المهم حضرت راسي وصفيه بقات غاده داياني حتى جلساتني حدا داك العدول وحدا داك السيد. المهم العدول دار خدمته ومن بعد قال لنا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير، مبارك العرسان. ايوا من بعد هاد الجمله الشهيره ديالهم كاينه بزاف ديال الوجوه اللي كانوا فرحانين، وجوه لا. صفيه هنايا قربت مني عنقاتني، با حتى هو اللي كان داك الجلسه كامله اللي حنا جالسينها وهو كيحاول يتجنب النظرات ديالي، حيت كنت كنشوف فيه بواحد النظرات اللي كلها عتاب. ما عرفتش كيفاش كنت كنفكر، ما كرهتوش كون كان شد فيا وقال لهم لا بنتي غتبقى معايا وتبقى بجنبي، بنتي غتبقى في الحضن ديالي. ما كرهتش يحسسني واخا مره واحده انه كيبغيني وان الامور راه ما عندوش زعما الدنيا هانيه في كل شيء. المهم جمعت قشي كيف ما كتعرفوا، ما درت شي حاجه اللي كبيره ومشيت نيشان للدار ديالي جديده. كيف وصلت بديت كندور عيني في داك البلاصه، واخا انا هاد البلاصه ما درت فيها حتى شي لمسه ديالي ولا مثلا شاركت في الديكور ديالها ولا فرشت شي حاجه، ولكن الدار كان الديكور ديالو زوين بزاف بديك الطريقه اللي كتعجبني انا وكنبغيها. المهم دخلنا وكان الجو شويه متوتر. انايا دخلت البيت اللي كان وراه ليا الزوج الماسون ديالي وسميتو مالك البنات. بغيتو تعرفوا كي داير ياكو وتعرفوني حتى انا كي دايره، هنا جاياكم الهضره وغادي نوصفنا ليكم بالتفصيل، غير صبروا معايا. المهم دخلت كنبدل حويجاتي وباغا زعما هكا كنحاول ندير داكشي اللي عليا، حتى السيد كيوقف عليا. انا بقيت كنشوف فيه وديك الساعه ما لقيت غير واحد الطبسيل ديال الدسر
في واحد الموس هز يد داك الموس وهو بدا كيقول لي تهدني تهدني يا بنت الناس، نالي الشيطان نالي الشيطان، وحيدي داك الموس من يديك انت غادي تجرحي راسك. قلت له شوف قسما بالله العظيم الا مشيتي حتى قربتي ليا حتى نقتلك ونشرب من دمك. بدا كيقرب مني وهو كيقول وانا ما كرهتش نتقتل ونموت على يد وحده غزاله بحالك. قلت له كنقول لك ما تقربش حسن ليك، انا كنهضر معاك. على السيد صرني ولا خاف قرب مني وشد داك الموس بس شويه وحيدو ليا من يدي، ولكن في داك الوقيته يدو تجرحات. ناريه البنات كيف شفت داك المنظر رميت داك الموس انا من يدي بالزربه ومشيت كنجري لعنده وقلت له شوف اقسم لك بالله دابا انا واخا نحلف لك انت ما غاديش تيقني ياك، اسمح لي بزاف عافاك. قال لي صافي صافي ما وقع حتى شي حاجه، صافي ماشي مشكل وقع خير. قلت له لا بلاتي عايشي جلس معايا هنا، جلس هانت شوف 2 ثواني وهنا راجعه. مشيت نيشان للجهه هكا اللي فيها الاسعافات الاوليه، راكم عارفين كتكون في الدوش ولا في شي بواطه بحال هكا. المهم انا كنت شفتها فين كاينه ومشيت و خرجت داك البواطه ديال الاسعافات الاوليه في فاطمه وديك التخربيق بيتادين وهذا، ومشيت جلست حداه. قلت له شوف انا غادي ندير لك الكول وغادي تقصحك شي شويه صافي. هو غير كيشوف فيا ما قال حتى شي حاجه. المهم عقمت ليه داك الجرحه وربطت لي يدو هكا بواحد الباندا. كيف هزيت عينيا وتقابلوا مع عينيه لقيت السيد مركز في وجهي بلا قياس. السيد مسمر جامد مبنج. آه انا ساليت كان ساهي وقال لي قلت لي راني ساليت. قال لي شكرا. قلت له العفو، جيت باش نوض ولكن شدني من يدي وجلسني في بلاصتي عاوتاني. قال لي ممكن تجلسي ونهضروا بحال 2 كبار بعقلهم. قلت له اصلا رحنا كبار وبعقلنا شنو زعما. شاف يدو وقال لي ويه راني عارف انك بعقلك. المهم ان دابا انا وانتي بجوجنا دابا في باطو واحد، يعني انا ما عنديش مصلحه في هاد الزويجه هادي، وحتى انت باينه ما عندكش مصلحه فيها. يعني حنايا خاصنا نتقبلوا الامر الواقع اننا بجوج انا وياك تحت سقف واحد في دار وحده. يعني دابا ما كاينش مجال كاع للتراجع، داكشي لاش خاصنا نسيروا امورنا ايه ولا لا. ديك الساعه من بعد نشوفوا شنو غادي يوقع ونشوفوا شنو غادي نديروا. يعني خلينا نمشيو بالمهل، مهل كيتنكلبوا دنجل. قلت له واخ ولكن انا عندي شرط. قال لي امر لا ماشي غير شرطي. قلت له ما تقربش مني مره كتسمع ولا لا. قال لي واخا لا انا موافق. هانتي كتشوفي في الدار كاينه بزاف ديال البيوت، اختاري البيت اللي يعجبك ونعسي فيها لالا. واش غنقول لكم نطو بديت كنتسارى في دوك البيوت، دخل لهنا وخرج من لهنا، دخل من لهنا وخرج من لهنا، حتى لقيت واحد البيت اللي عجبني الصراحه. مشيت جريت حويجاتي عاوتاني ودخلتهم لداك البيت، سديت عليا الباب وتنفست براحه. أو اول مره البنات نكون قريبه من شي راجل بهذه الطريقه هذه. راه صافي القلب ديالي كان غادي يسكت بقوه ما كيضرب. ايه واش غنقول لكم، حليت لافاليز ديالي وخرجت واحد البيجامه، بدلت حويجاتي قاديت شعري ومشيت لفوق الناموسيه نرتاح باش هكا نعس. ولكن اش غنقول لكم، زقزقه العصافير ماشي ديال برا، طبيعه الحال ديال كرشي ما خلاتنيش نعس. غر 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 الجوع قتلني ومشيت للجهه ديال الباب حليته، خرجت داك الدماغ ديالي داك الراس ديالي ما سمعت حتى شي صوت. الضواوي ديال الدار كلهم مطفيين. قلت الله غادي يكون نعس. خرجت بالزربه مشيت نيشان للثلاجه بحال شي فيره، حليتها ولقيت فيها شلا ماكله البنات، غير قولوا كل شيء موجود الحمد لله. وبديت كنهضر مع ديك التليليجه وقلت لها يا اختي شتي الحاجه الوحيده المسقده والمقاده اللي خرجت بها من هاد الجواجه كامله هي انت التليليجه ديالي. هنايا حتى كنسمع مالك من مورا ظهري. ايه سميتو مالك ايه. قال لي واش انت كتهضري مع الثلاجه امولة العقل. قلت له ناري كان غير قلت لي القلب ملي سمعت صوته هكاك من ورايا، وحتى من الطبسي اللي كان في يديا
طاح. انا بقيت مسمره في بلاصتي، وجهي قابل مع الثلاجه، وحتى واني وحسيت بالخطوات ديال رجليه كتقرب مني، حتى وصل حدايا، سد الباب ديال الثلاجه، وقف قدامي وقال لي: واش انا ما كنهضرش معاك؟ وجاوبيني. قلت له: قال لي: كيفاش قرب حتى لودني البنات وهمس: شعرك زوين بزاف. بعدت عليه بالزربه وحطيت يدي على شعري وقلت له: شعري. حيت ديك الساعه بان عريان وانا محتجبه، وقلت له: ولي شعري. قال لي: مالك يا لاله، مالك كتويلي علينا؟ على انا ماشي راجلك؟ قلت له: راجلي بزز. هنايا بالضبط السيد سكت، ضرب الطم والملامح ديالو تبدلات. قلت له: شنو كاين؟ قال لي: ما كاين والو. حسيت ان داك الكلمه اللي قلت ليه ما عجباتوش، فقلت انني نبدل الموضوع احسن. قلت له: ومالك فايق حتى لدابا؟ قال لي: فيا الجوع. قلت له: واخا صافي، انت غير خرج وانا غادي نوجد الماكله. وداكشي اللي كان، خرج هو من الكوزينه وانا حطيت يدي على قلبي اللي الدقات ديالو البنات راه كانوا في 190 عاليين بزاف. اما الوجه ديالي مسكين بلا ما نهضروا عليه ولا سخون 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 وبحال شي مطيشه. اصلا هو شكون عطاه الضوء الخضر انه يقرب مني واللي يقول لي: لاله شعرك زوين؟ اش هاد الزواجه هذه اللي انا حاطه فيها راسي، اللي ما عارفه راسها من رجليها. المهم وجدت لامي كلا ومشيت، خرجت حطيت داك الماكله على الطبله. قال لي: وكليني. قلت له: نعم السي. قال لي: كنقول لك وكليني. قلت له: ما كل بيدك. هز لي يدو هكا اللي مجروحه وقال لي: يدي مجروحه انت كتشوفي، ما نقدرش ناكل بها. قلت له: كل بالاخرى. قال لي: مالي غناكل بيدي الشمال؟ لاله المؤمنه. منين ملتك انت منين؟ ومن بعد هادشي كامل، هادشي اللي انا كتشوفي يدي مضروبه ماشي بسببك انت او لا؟ قلت له: صافي غير بركه من الهضره، غادي نوكلك سيدي، غير بركه. وجلست كنوكل فيه. ناري يا البنات داك الوقيته كامله، وهاد السيد هذا اللي غير محترم كان جالس ومبتسم مع راسو. والصراحه عنده الحق، علاش ما يضحكش وانا اللي خاشيه راسي فهاد الروينه وفهاد الصداع وزايده جرحاه من الفوق. المهم ساليت وكليت وكل شيء، وقال لي: صافي غير جلسي نتيا، انا غادي نوض نجمع هاد الشيء. قلت له: شنو؟ قال لي: مالكي مبنقله مالكي؟ قلت لك انا غنجمع هاد الشيء. كنت مستغربه وقلت له: لا غير جاتني في شي شكل. قال لي: ومناش؟ قلت له: الصراحه ما توقعتش انك غادي تعاوني. قال لي: الزواج راه مشاركه، انا ماشي تزوجت بك باش تكوني خدامه ديالي، سمعتي ولا لا؟ انا وياك بجوج ساكنين في هاد الدار. وناض السيد بكامل قواه العقليه وحق الله العظيم هز داك الميكله وقال لي: ما بغانيش حتى اصلا انني نعاونو، وانا غير متبعاها البنات بعيني، ما كنتش كنتوقع ان شي واحد يكون كيفكر بهذه الطريقه هذه. نتوما عارفين الرجال الشرقيين والعربيين راه بصفه عامه يعني كيكونوا سي السيد في الدار. المهم من بعد ما تبعته بقيت غير حاضياه، وهو كله يستاهل انه يتحضى وما تحيديش عينك عليه. كل واحد فينا دخل البيت ديالو. انايا تكيت على الناموسيه وعيني نيشان في السقف، وعقلي واخدام بزاف كيفكر بلا قياس. ايه وعلاش ما نفكرش وانا اللي ما بين نهار وليله صدقت مزوجه وخلاوها خوتنا المصريين على ذمه راجل تاني ما شفتوش قبل من هكا وما كنعرف عليه حتى شي حاجه. ولكن ما نكذبش عليكم الا قلت لكم انني ما كنحش في الداخل ديالي بواحد الاحساس اللي زوين من ناحيته. يمكن يكون هو ماشي خايب بحال زعما داكشي اللي كنفكر انا، ويكون داكشي اللي قالت لي صفيه بصح ان زعما هما ناس مزيانين وانه هو زعما واحد اللي ماشي بحال اللي انا كنفكر فيه وخايفه منه وداكشي. المهم بقيت مده وانا هكا كنفكر حتى داني النعاس. ودابا ما حدي انا ضربها بشخره اجي نوصفني ليكم ونوصف لكم مولاي السلطان. ايوا يا البنات، انا واحد البنت اللي شغنقول لكم ما طويله ما قصيره، القد هو هذاك يعني متوسطه القد. الفورمه ديالي زوينه مرسومه ومنحوته، المناطق الانثويه ماشي بارزه ولكن كاينين، الخصر
منحوت. العنق هو هذاك، الشعر تبارك الله وصلت عن بي حتى النص في ظهري، قهوي 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 قهوي، واحد اللون اللي غزال، فاش كضرب فيه الشمس كيبدا يلمع. العوينات ديالي عسليين بلا قياس، داك الشنيفات منفوخين البنات، تقولوا غير دايره لهم البوتوكس، اما دوك الحنيكات مبطبطين وهكا منفوخين ومجموع فيهم الدم. النيف من قاد، ليديدات كيشعلوا بالشعيل بيضين، اما دوك القديمات حميمرين بحال ديال لي بيبي. ودوك الصيقان اش غنقول لكم، كنت زوينه بلا قياس، واللي شافني كان كيشهد بالجمال ديالي. اما مولاي السلطان، اش منك يا طولة، اش منك يا تجريدة والكتاف عراض، ودوك العضلات اللي كيبانوا من تحت الحوايج، اللحية مطراسية البنات، والشفار، العينين مشفرين، والعينين تبارك الله وصلت عنبي فواحد الخزي اللي زوين بزاف. الشعر حتى هو كان عنده قهوي زعار هكا وكيرجعوا اللور، وما قصرش بزاف، طول شي شويه. في الباسو كان انيق بزاف، كان انيق انيق البنات. السيد ما فيه ما يتعب، ولا جينا للجمال والجاذبيه غزال وكيحمق وكيجر العين. المهم من بعد ما عرفتونا اصبحنا واصبح الملك لله. ايوا الصباح انا شاخره ضاربها بنعسه في سبات عميق، حتى سمعت الصوت ديال الباب كيتخبط. لا لا ماشي كيتخبط، وكيتهدم. شكون هاد عادي من الشفقه وعادي من الكرامه اللي كيخبط الباب بهاد الطريقه هادي؟ نط طايره من فوق الناموسيه ديالي، عين محلوله والعين الاخرى راكم عارفين باقا ناعسه، وكنقول شكون. ايوا السي مالك قال لي لا لا ولا لا، واش نتي كاريه شي بيت في لوطيل ولا شنو؟ على كاين شي واحد من غيري هنايا ومن غيرك انتي؟ وحلي الباب حلي. بقيت شي دقيقه البنات وانا كندورها في راسي، عاد استوعبت انا فين ومع من، وحليت الباب. قلت له صباح الخير، مالك على هاد الخبيط هذا كامل؟ مالك شنو كاين؟ بقى كيشوف ليا في شعري اللي الريزيات ديالو كلهم طالعين معنكش يا البنات، وهكا طايح على وجهي وبدا كيضحك عليا ولد الذين. قلت له علاش بالسلامه كتضحك؟ كاين شي حاجه كتضحك؟ كنشطحوا القرود هنا؟ سيري للمرايه وشوفي راسك وغتعرفي علاش كنضحك. انا كنت باغي غير نقول لك نوضي حيت الفطور راه موجود. قلت له واش صفيه جات؟ قال لي لا. قلت له شكون اللي وجد هذا الفطور هذا؟ قال لي انا. قلت له قال لي شوفي ما عنديش الوقت اللي نضيعه معاك، انا راني قاتلني الجوع وما كنبغيش ناكل بوحدي، يلا سربي راسك خلاص. ايوا واش غنقول لكم، الصدمه كانت قويه علينا مع من في الدار. واش انا مع ملاك ولا مع انس ولا مع جن ولا مع مراه ولا مع صاحبتي ولا مع راجلي؟ ما بقيتش عارفه حتى شي حاجه. مشيت كي ديك الحمقى شعكوكه غاده، بدلت حويجاتي، توضيت بعدا وصليت ومشط شعري قديت مسائلي، صليت الفروض ديالي وخرجت لقيته جالس على الطبله وشد التليفون ديالو. شفت فيه وقلت له اسمح لي تعطلت. مازال عينيه فيكسين في التليفون. قال لي ما كاين حتى شي مشكله. بقيت كنشوف فيه، لقيته السيد باغي يبدا باش ياكل، ولكن يدو الصراحه ما معاوناش. قلت له واش نوكلك؟ بقى غير كيشوف فيا وما نطق بحتى شي حرف. ايوا هزيت داك الكريسي ديالي وقربته من الكريسي ديالو وبديت كنوكل فيه بحال شي وليد صغير. ايوا بقيت كل هادي دغمالي حتى لواحد شويه سالينا الماكله. ايوا نط وغسلت الماعن كاملين حتى سمعتو كيعيط ليا من البيت ديالو، بسمه. قلت له نعم. قال لي اجي. مشيت قربت من البيت ديالو، الباب ما كانش مسدود، زعما ماشي مسدود هكا زعما مره كاع، كاين واحد الفتحه. ايوا دقيت على الباب ودخلت من بعد ما قال لي دخلي. كانت داك البيت الشكل ديالها زوين بزاف، وكلها يا البنات داك عامره بالريحه ديالو، واحد الريحه كطير العقل وكتحمق. قلت له نعم شنو بغيتي؟ قال لي عاونيني راه ما قدرتش نسد الصدايف ديال القميجه. ناري يا البنات البنات اش هاد الشيء البنات، ورا بقيت واقفه شحال وانا كنحاول انني نستوعب داكشي اللي قال. غير فقت من القلبه حيت هكا شيري بيدي. قال لي لا وانتي فين مشيتي؟ تحركت بشويه للجهه ديالو وقلبي دق 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 دق
دق دق دق دق، ووجهي سخن 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 سخن، ولا احمر 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 احمر، وداكشي كيبان ليا في حناكي يا البنات. المهم زيرت على راسي ومشيت هكا، سديت لي دوك الصدايف ديال ديك القميجه، وانا كنحاول بقدر الامكان انني نتجنب النظرات ديالو ليا. راه الشوفات ديالو البنات خطيرين خطيرين بزاف. ساليت وقلت له ساليت. قال لي شكرا، وقرب من ودنيا وقال المره الجايه بقاي تحكمي في دوك الميطيشات اللي كيبانوا على خدودك. قلت له قال لي كيفاش لا لا، تي باينه في عالم واحد اخر. قلت له ها انت فين غادي نتايا؟ قال لي غادي نمشي للشركه، كاينه واحد المشكله تما صغيره هكا في شي وريقات، غادي نساليهم وغادي نرجع بالزربه. اسكت وهبطت راسي للارض وبقيت غير كنشوف في الارض. قال لي مالكي؟ قلت له راه ما كنبغيش نبقى بوحدي. قال لي وعلاش؟ قلت له كنخاف. قال لي انا غنتصل بصفيه وهي تجي لعندك. كانت هذه اخر جمله قالها وخرج. ايوا دازت شي نص ساعه بحال هكاك حتى سمعت الصوت ديال الباب كيدق شي واحد. كانت صفيه. ايوا مشيت عنق ونبوس نعنق ونبوس نعنق ونبوس. قلت لها توحشتك بزاف 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 صفيه. قالت لي حتى انت والله العظيم. قولي لي كي دايره مع السي مالك لاباس عليك؟ قلت لها واش غنكون دايره، ها انت كتعرفي راه كل واحد فينا كينعس في بيتو، راه كيعرف. قالت لي شنو؟ قلت لها على انت شنو كان كيصحاب لك، زعما غنعسو انا وياه في بيت واحد ولا شنو؟ قالت لي لا بسمه، لا بسمه، السي مالك واحد الراجل اللي زوين بزاف ومن اطيب خلق الله، ولد الناس، زعما ماشي شي ولد الحرام ولا. شوفي عطيه فرصه وجربي، مالك انت شنو خاسره؟ قلت لها صفيه يا صفيه، راه الموضوع ماشي سهل بحال اللي انت كتشوفيه. انا وحده كنت جالسه في دارنا ما عليا ما بيا، حتى ما بين نهار وليله لقيت راسي مزوجه من واحد الراجل ما كنعرفوش، ما عمرني ما شفتو. كيفاش بقيتي نتصرف؟ غير قولي لي كيفاش. شوفي الله يعطيك السر، سدي على هذا الموضوع الله يعطيك ما تمنيتي. ايه واش غنقول لكم البنات، راه بصح الموضوع راه ماشي سهل وماشي شي حاجه اللي بسيطه، راه صعيب. ما غاديش ننكر نقول لكم انني ما مرتاحاش ليه، وانه بصح راه من اطيب خلق الله وبين فيه ولد الناس، وانه تفهمني وما غصبش عليا شي حاجه. ولكن هادشي كامل الصراحه مازال جايني انه ما كافيش. الله اعلم، هادشي اللي كيبان ليا. المهم جمعنا انا وصفيه، هضرنا نشطنا تعاودنا، ما خلينا ما درنا حتى جات العشيه. كنت واقفه هكا كنوجد الماكله في الكوزينه، حتى سمعت الصوت ديال الباب كيتحل. عرفت ان هذا ما يكون غير مالك. حلت داك الماكله اللي كانت كنوجد فوق الطبله، وجلست كنتسناه حتى يجي، ولكن تعطل. بقيت كنقول واش دابا شنو، نوض عنده نشوفو مالو ولا نخليه؟ شنو دابا شنو غادي ندير؟ وفي الاخر قررت انني غادي نوض، ومشيت نيشان للبيت ديالو وبديت كندق في الباب ديالو. قال لي ادخلي. قلت له انا راه غير انت كتعطلتي والماكله غادي تبرد. ايوا بين ليا زعما بداك بحال هكا زعما عيان، ولكن كيدير راسو بحال زعما عيان بحال متعب. وقال لي انا ما عارف ندير حتى شي حاجه هذه بهاد اليد هذه، حتى شي حاجه ما بقيت عارف نديرها. قلت له دابا شنو بغيتي دير وغير قول لي انت شنو باغي دير. ابتسم وقال لي بغيت نبدل القميجه ديالي ولبس هاد التيشيرت هادي. قربت منه البنات وانا متوتره متوتره متوتره، وفكيت ليه دوك الصدايف ديال القميجه ديالو. ناري الشوفات ديالو البنات راه كترعدني، متوتراني بلا قياس. المهم جالسه حل هاد الصدافه اللي من موراها. من بعد ما ساليت لبستو داك التيشيرت. ناري البنات ناري، غير خرجت من البيت ديالو مشيت نيشان البيت ديالي، حطيت يدي على قلبي اللي كان كيدق 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 بواحد الطريقه جنونيه. ايوا بقيت هكاك متبعه قلبي وكنحاول نهدأ فيه، كنحاول نثبت راسي. بقيت هكاك حتى ضبطت راسي واحد شويه وتهدنت، وكنسمع الصوت ديالو من برا كيقول لي بسمه خرجي خرجي، واش غتبقي حابسه راسك لداخل بزاف ولا شنو؟ ويلا راه فيا الجوع وريحه الماكله كتشهي، وكيف ما كتعرفي انا راه ما نقدرش ناكل بيديا.
قلت مع راساتي سيري يا بسمة، الله يعطيك ما تاكلي، الله ياخد فيك الحق. ناري الله ينعل داك النهار اللي تهورت فيه وشديت فيه داك الموس. يا ربي كون غير درت شي عجب كنت احسن من هاد الدل هذا اللي انا فيه. المهم حاولت نضبط راسي وخرجت ومشيت جلست حداه. غنوكلو، اش غندير؟ غادي نوكلو على البنات. حتى قال لي بلاتي كاين واحد الموضوع بغيت نهضر معاك فيه هو الاول. قلت له الله يسمعنا خير. قال لي انت في اخر عام ديال الطب؟ لا. قلت له لا مازال لي عامين. قال لي مزيان. دابا بغيت نقول لك انا الا كنتي باغا تكملي قرايتك انا راه نخليك تكملي قرايتك وما غاديش نمنعك من انك تحققي الحلم ديالك. ناري البنات ما حسيت براسي حتى وقفت من الفرحه وقلت له قول والله قول والله قول والله حتى هادشي اللي كتقول بصح. قال لي والله العظيم، ولكن من هادشي كامل الاهم هو انك عندك تمشي ديري شي غلطه اللي تخشي راسك فيها ولا شي مصيبه تحطي في راسك فيها وتندميني حتى انني درت معاك المزيان. قلت له شوف كون هاني ما غتوقع حتى شي حاجه بس اسمع على الشكل ديالي ولا الحماقه ديالي اللي تبدلت ما بين لحظه ووحده اخرى تنط كنقص غير بوحدي. قال لي ودابا شنو غنبقى انا بلا ماكله ولا شنو؟ ناري البنات نخليك بلا ماكله، انا نخلي الزين ديالي بلا ماكله. هاد المره هادي وكلته وانا قلبي راضي عليه. ايوا زوجي قرة عيني، علاش ما نعاونوش؟ وهكا احبابي دازت سيمانه على الزواجه ديال الابطال ديالنا. بس ما كانت فرحانه بلا قياس انها رجعات لافاك ديالها. دائما مالك كان يعاونها الا كانت هكا شي حاجه ما فاهماهاش، حتى هو السيد كان قاري الطب على برا ماشي في البلاد. وهذاك الاسبوع كامل اي فرصه كيلقاها كيتحجج بها بيدو هكا باش ان بسمه تعاونو وتقرب منه وكيحرجها، برغم انه هو راه يقدر يدير اي حاجه هو باغيها. ولكن لا كيعجبو الحال بزاف فاش كيشوف هذوك الحنيكات هكا كيحماروا قدامه وكتبدا ترعد وكتحشم. المهم نرجعوا دابا عند البطله ديالنا ونكمل لكم بلسانها. الباب كان كيتخبط، مشيت حليت الباب قلت السلام عليكم خالتي، تفضلي مرحبا بك. ناري البنات هذه عجوزتي دازت من حدايا كانني ما عمرني ما هدرت ولا نطقت بشي كلمه ولا سلمت عليها. دازت حدايا بحال ما انا ما كايناش. خديت واحد النفس طويل عريض ومن بعد رسمت واحد الابتسامه على وجهي، سديت الباب ودخلت من وراها. شاف فيها مالك وقال لها ميمتي نورتي دار ولدك. قالت له منوره بصحابها وليدي. ايوا ديري لي شي كويس ديال القهوه مرات ولدي. قلت لها واخا خالتي هي الاولى. ودخلت وبقيت واقفه هكاك ما نكذبش عليكم ما عارفه ندير حتى شي حاجه. ناري البنات بقيت غير واقفه ما عارفه لا منين نبدا ولا منين نوخر ولا والو. بقات داز دقيقه 2 دقائق 3 دقائق 4 ساعة حتى لقيت السي مالك داخل عندي الكوزينه. قال لي مالك بس ما مالك واقفه بحال هكا، على فين هي القهوه؟ قلت له وهي الصراحه انا راه ما كنعرفش ندير قهوه. قال لي ولكن علاش ما قلتيهاش لي من الاول؟ ما نخليكش بحال هكا واقفه مسمره مركنه هنايا، كنت انا نديرها من الاول. قلت له واش بصح زعما ما غاديش تفلى عليا ولا تستهزئ بيا ولا تغوت؟ قال لي كيفاش نغوت؟ ما غنغوت ما غادي نستهزئ ما حتى شي حاجه عادي. واخا لالا الا ما كتعرفيش ديري القهوه انا نعلمك كيفاش ديريها. قلت له ولا واخا علمتيني وما عرفتش نديرها غادي تغوت ياكا؟ قال لي علاش غادي نغوت؟ ديك الساعه نبقى نديرها انا ولا تجي صفيه كاع وديرها؟ ماشي اي حاجه كنحلوها بالغوات وبالعنف، لا بالعكس واحد يهزها من الجهه اللي سهله ويدير الماء منين يدوز، ما نبقاوش نعقدوا الامور. الا بغيتي كديري شي حاجه خاصني نحبك فيها باش تعلميها وتعلميها بحب ماشي تعلميها بزز منك. قلت له صفيه، بدا كيضحك وقال لي دابا انتي خليتي الهضره كامله والبلا بلا كامله اللي من الصباح وانا كنقول لك وشديتي غير في هادي. ايه هلال على العموم غاجي صفيه لهنا باش تخدم عندنا هنايا وتعاونك في شقه الدار، سمعتي؟
ما تنسيش انك انت راه غادي تمشي لافاك وغيكون عندك امتحانات وخاصك تركزي مزيان فيهم. وبقى كيهضر واحد الساعه سكت. انا غير كنشوف فيه وكنبتسم. وقف حدايا كيدير داك القهوه. سراحت في الملامح ديالو. ناري البنات شحال زوين. بالرغم ان الملامح ديالو شويه حادين الا انه زوين بواحد الشكل يأسر القلب. عرفتوا البنات هكا ديك اللحيه خفيفه وزوينه وعويناتو اللي خزيين عسليين زوينين بزاف. عرفتوا كيخليوك انك باغي تبقى غير تشوف في عينيه قد ما هما زوينين بلا قياس. حتى كنسمعو قال لي وارثهم من جدي. قلت له شنو هما هادو؟ ضحك وقال لي عويناتي الزوينين ياك كانوا بحال ديال جدي. ميطيشه ديالي. يلا يلا نخرجوا. وخلاني غير حاله فما البنات. ناري غادي يسطيني هاد الراجل هذا ما يمكنش. المهم هز داك الكويسات ديال القهوه وخرج وانا كنحاول نستوعب هادشي اللي قال. او لما الحياه ولات بحال هكا. ما فهمتش وحق الله. المهم مشى عطى القهوه هكا لماماه قالت له لهلي خطيك ولدي وشكرا بزاف على بنت السي جبار. ما كتعرفش دير القهوه ولا شنو على المرحومه امك معلماتكش ولا شنو؟ ناري البنات كيف جابت السيره ديال ماما بهذه الطريقه هذه عيني دمعوا بلا ما نحس بيهم. كنت غادي نهضر ولكن مالك قاطعني وقال لها الوالده ديالها ميمتي الله يرحمها ما علماتهاش حيت كانت كتعلمها حوايج وحدين اخرين اهم من القهوه. ميمتي راه علماتها انها تجري ورا الحلم ديالها وتحقه تقرا قرايتها تجيب نقاط عاليين. سمعتي؟ وهذا الشيء هو اللي كديرو دابا. اما بالنسبه للقهوه دابا تعلم كيفاش ديرها الا ما كانش دابا من بعد. ولكن الحاجه المهمه دابا هي القرايه ديالها انها تحقق الحلم ديالها كيف ما الميمه ديالها والوالده ديالها قالت ليها. قلت له شنو قرايتها علاش هي كتقرا؟ قال لها ميمتي راه كتقرا. قالت له وليدي ياك ما انت داك العيشه على برا وداك القرايه على برا نساتك القواعد ديالنا. حنا راه ما عندناش البنات اللي كيمشيو يقراو واللي كيخرجوا يكملوا قرايتهم. سمعتي ولا لا؟ قال لها ميمتي انت راكي عارفاني من الاول كيفاش داير. انا ماشي ضد ان البنت تكمل قرايتها والتعليم ديالها. على هي بالسلامه انا وياها. فاش كنختلفوا على انا فاش زايد عليها ولا هي فاش زايده عليا؟ هي حتى هي عندها واحد الحلم. علاش انا غادي نجي ونكبت ليها داك الحلم ديالها ونقول لها لا حقه القواعد ديال العائله ديالنا ولا التقاليد والعادات ديالنا اللي انا اصلا ما كان ما كتنفعش معايا واصلا كلهم غلط في غلط. علاش زعما علاش انا نجي نيشان ونهرس البنت؟ ما فهمتش علاش. انا يا البنات ضاربه الصمت اللمط جالسه وكنشوف هذا الموقف هذا وكنتبعه بهدوء من الاول. ملي تزوجنا امو ما حاملاني ما قابلاني حيت داك الشوفات ديالها من النهار الاول اللي كنا كنكتبوا كتابنا راه ماشي هما هادوك. ناري على تخنزيرات عندها وعلى شوفات عندها زعما ما عند اصلا ما عندها كي دير ترفض الصراحه. حتى شي واحد ما يقدر يعترض على الهضره ديال السي قاسم حيت راه داير بحال شي سيف هكا على العنق ديال كل شيء. ايوا المهم هو ماما ديك الساعه كانت شربت ديك القهوه ما عاجبها حال غير مخنزره كتحشي في الهضره. ايوا هي مشات وهو جا وقف قدامي قال لي شوفي عندك ثم عندك بسمه شي نهار تهبط لي راسي قدام الناس انا تايق فيك بلا قياس. تبسمت بهدوء عليت عيني فيه وشفت في داك العوينات اللي كيدوبوا وقلت له واخا. قال لي يلا سيري وجيبي الكتوبه ديالك شي كتاب هكا باغا تشرحي فيه شي حاجه باش نشرح ليك الماده اللي انتي ما فاهماهاش. قلت له هي دابا هي اللي ما تعاودش مشيت كنجري مع كنت جايبه معايا كتوباتي. الامل ما كانش عندي مقطوع سبحان الله ربي يسر لي الامور. ايوا المهم دخلت جبت الكتاب ديالي اللي في ديك الماده اللي انا ما فاهماهاش مزيان ورجعت مشيت جلست حداه. خليت واحد المسافه ما بيني وما بينه بطبيعه الحال ولكن هو واش غيدير غيختصر ديك المسافه البنات وغيجي وغيقرب ليا. شفت فيه وقلت له شنو كدير نتايا؟ قال لي اش كندير؟ غادي نشرح لك الماده ديالك كيفاش كندير.
قلت له واخا، ولكن بعد شويه. زاد قرب مني اكثر وقال لي وإلا ما بعدش. قلت له شوف انا بحال هكا راه ما نقدرش نركز، انا ما غاديش نركز بحال هكا. قرب مني البنات وطبع واحد البوسه على الخد ديالي وقال لي ما تقلقيش، راك غادي تعرفي تركزي، انا كنواعدك. ناري انا كي بقيت كنقول، كنت عاد غير بوحدي وكنقول لا اله الا الله، لا اله الا الله. واش الصاد ياك الصاد؟ ناري قلبي غادي يخرج من بلاصتو. يا ربي انا شداني نقول لي انني باغا نقرا، ولا نقول لي انا فاهمه المواد كاملين، علاش نقول لي انا ما فاهمه شي حاجه؟ يا ربي يا ربي، والله حتى هاد اللسان ديالي خاص لي يقطعوه هكا من الجدر. المهم بدا كيشرح في داك الماده. في الاول ما كنتش مركزه البنات، ولكن حاولت نبدا نركز معاه بشويه بشويه، حتى كنشوفه قال لي فهمتي؟ قلت له الصراحه فهمت، وتبارك الله عليك، عندك ما تقول، شد مزيان ما شاء الله. ابتسم، ولكن ديك الابتسامه سرعان ما اختفت ملي سمعنا الصوت ديال الباب كيتخبط دق 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 دق. قلت له شكون يقدر يجي في هذا الوقت هذا؟ مشى كيجري باش يحل الباب وانا واقفه من وراه بحال شي قطيطه. شاف فيها وقال لها صفيه مالكي شكاين كتنهجيك لاباس، واش كديري في هذا الوقت هذا؟ بقات كتشوف فيا وقالت لي لا بسمه اختي بسمه، باباك عيان بزاف، عيان بلا قياس، وبغاك تمشي لعندو. قلت لها شنو؟ ناري بحال كبيتو عليا شي سطل ديال الماء طايب، شي مقراج ديال الماء طايب، ما عرفت ما ندير وتلفت، ما بقيت عارفه نخرج بهكاك بحوايجي. ما حتى قال لي مالك دخلي بدلي حويجاتك. بعدا دخلت كنبدل حوايجي بالزربه وخرجنا حنايا كاملين، خرجنا هكا من الدار غادا وكنقول نهري بابا نهري بابا نهري بابا. اش غنقول لكم؟ كيف حليت الباب ديال الدار كنشوف كنقول بابا، لقيته طايح على الارض وماما تصفيه واقفه كتبكي. قلت لها شنو كاين خالتي؟ قالت لي يا بنتي الله يعطيك الصبر. قلت لها شنو؟ قالت لي اسمحي لي يا بنيتي يا بنتي الله يصبرك. قلت لها نسامحو؟ علاش يا خالتي غادي نسامحوها؟ علاش؟ مالك انت شنو واقف كدير تما؟ يلا نديوه للسبيطار، راه تلقاه ما خداش الدواء ديالو في الوقت ديالو، داكشي علاش راه صافي غيب. انا عارفه هادشي هذا كيوقع وتقدر بحال كتوقع ليه، راه يلا راه كان شحال مره كيطيح حتى انا وماما كيبغي يسكت لينا القلب. مالك يلا مالك. تحرك ومشى نيشان للجهه ديال جيت بابا عبد الجبار، وقاس ليه هكا النبض ديالو. شاف فيا بواحد النظره تمنيت البنات، تمنيت من كل قلبي انني كون ما فهمتهاش. شفت فيه قلت له لا انت باين انك ما عرفتيش كيفاش دير تقيس ليه النبض ديالو ياك. حيد من تما، حيد، انا غادي نجي باش نقيس ليه النبض ديالو. حيد، ناض من حداه وما خلانيش انني نقرب منه. قلت له بعد مني، اش كدير نتايا؟ خلينا نهزوه دابا نديوه للسبيطار باش نقدروا اننا نعتقوه. انا متاكده راه دائما كان كيدير بحال هكا، هو غير باغي انه يخلعني، باغي انه نتقلق عليه ورد ليه البال. هو كيدير هكا غير باش انا نتصالح معاه. شوف خلينا نهزوه نديوه للسبيطار وباش نقول له ملي يفيق انني انا راني ما مقلقاش منه، انا راه ما مقلقاش منه. شاف فيه وقال لي البقاء لله. هو دابا راه في واحد البلاصه اللي حسن من لهنا بزاف، تيقيني. قلت له اش كتقول نتايا؟ اش كتقول واش كتخربق؟ ها كذاب الاخر، تبقاش تكذب، ما تكذبش عليا. شنو كيسحاب لك؟ هو ما يقدرش يخليني حتى هو يمشي، حتى هو ويخليني بوحدي بحال دارت ماما. لا ما يقدرش يمشي ويخليني خليني بوحدي. لا 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 ما يديرهاش، ما يديرهاش. يلا
للسبيطار. يلا ن... والدنيا بدات كدور بيا. بقيت شويه بشويه حتى الضو ما بقاش كيبان ليا. مده دازت حتى حليت عيني، لقيت راسي في البيت ديالي القديم. خرجت لقيت بزاف ديال العيالات، قرآن، خدام. الذكرى ديال الوفاة ديال ماما دازت من قدامي عاوتاني. نفس الناس لابسين جلالب. دخلت عاوتاني لبيتي حيت ما قدرتش بغيت نهرب من دوك الشوفات ديال الحزن والشفقة اللي كنت كنشوفها في عينيهم كاملين. كاع اللي كيجي يعزيني كيشوف واحد الشوفه في شي شكل. بقيت واحد المده حتى سمعت الدقان في الباب. صوتي كان مبحوح بقوه البكا. قلت لي دخل. كانت صفيه قالت لي جبت ليك لي بات بالبشاميل اللي انتي كتبغيهم ودايرهم من يديداتي. قلت لها شكرا بزاف صفيه، لكن انا اختي ما بغيت ناكل حتى شي حاجه. عافاك عافاك صفيه، خليني بوحدي. قالت لي ولكن. قلت لها عافاك على ودي، انا على ود خاطري عافاك. هزات داك الصوينيه اللي كانت جايبه ديال الماكله بلا ما تقول حتى شي كلمه واحده اخرى. حتى هي ما باغاش تضغط عليا. بقات غاده هكاك هازه داك الصينيه ديال الماكله. تلاقى معاها غير مالك في الباب. قال لها ما بغاتش تاكل ياك؟ قالت له راه في واحد الحاله اللي غريبه بزاف. انا ملي دخلت عليها ضرني قلبي عليها بزاف. قلت زعما غادي نلقاها كتبكي ولا كتندب، ولكن بالعكس كانت هادئه وساكته. وهذا الشيء هذا راه قلقني بلا قياس. سي مالك راه هادشي مجاني ماشي هو هذاك. جر لي هذيك الصينيه ديال الماكله من يديها وجاني شان البيت ديالي. خدتها واحد النفس طويل عريض ودق على الباب ودخل. قلت صفيه قلت لك ما بغيتش ناكل، بغيت نجلس بوحدي. خرجي برا عافاك على ودي، انا خرجي برا. قال لي وحتى انا نخرج برا. كنت جالسه عاطيه بظهري للباب. داكشي علاش ما شفتش شكون اللي دخل، ولكن كنت متوقعه انها صفيه باش داخله باش تجلس معايا عاوتاني وتواسيني. ولكن كيف سمعت صوته نتقافزه من بلاصتي. شفت فيه وقلت له عافاك الله يخليك خرج برا، ما باغا نشوف حتى شي واحد. حد داك البلاطو على داك المكتب اللي كاين تما اللي كاين في البيت وقرب مني وقال لي واش انا شي واحده بسمه؟ انا راني راجلك. نت معصبه من بلاصتي وقلت له شمن راجلي بزز. انا وحده اللي غصبوها باش تزوج هاد الزواجه هادي بحالك انت بالضبط بحالك. غيجي واحد النهار وغتبغي وحده اخرى وغادي تزوجها. وانا غادي نبدا بحالي بحال شي فراش ولا شي ديكور محطوط في الدار ما عنده حتى شي غرض، ما عنده حتى شي دور. سمعتي ولا لا؟ ما غنبقى عندي لا حق لا باش نهضر ولا باش نتكلم. حيت انت من الاول ما تزوجتيش بوحده انت كتبغيها، ودابا عندك الحق انك تزوج بداك البنت اللي انت باغي. قرب مني كتر وكتر. توقعت انه غادي يهز يده ويضربني، ولكن تفاجأت انه شدني وخشاني في الحضن ديالو. ناري يا البنات ناري، كيف حطيت راسي في الحضن ديالو عطيت الضو الخضر لدموعي انها تنزل، وما بقيتش قادره انني نوقفهم ولا نحبسهم. دموعي سايلين اكثر من شي شلال. قلت له انا خايفه بزاف، خايفه انني نبقى بوحدي. ما تخلينيش عافاك. انا ما بقى عندي لا ظهر ولا سند، انا ما بقاش عندي امان. خليك حدايا وبجنبي، ما تخلينيش. راه ما بقى لي حتى شي واحد في هاد الدنيا. عافاك
عفاك بقى معايا. والسيد هنايا بدا كيطبطب عليا وقال لي وانا فين مشيت؟ انا هو السند ديالك والظهر ديالك، انا الامان ديالك، وانا حداك وفي جنبك، ما عندك مناش تخافي وما باغيك تخافي من حتى شي حاجه. بعدني عليه وجلسني وجلس حدايا وقال لي ماماك وباباك شنو هما اكتر حاجه كانوا باغينها في هاد الدنيا هادي؟ قلت له كانوا باغين انني نكون فرحانه. قال لي واخا، وانتي كيفاش غادي تبقاي فرحانه؟ زعما شنو هي الحاجه اللي غادي تفرحك؟ قلت له ملي نحقق الحلم ديالي ونولي دكتوره. قال لي اذا خاصك تحققي الحلم ديالك باش تكوني فرحانه، باش حتى هما يرتاحوا عليك. ولا انت ما باغاهمش يرتاحوا ولا شنو؟ قلت له انا علاش؟ بالعكس بغيتهم يرتاحوا. دا قال لي داكشي علاش خاصك تجمعي الوقفه، تقفضي على دراعك، سمعتي؟ وترجعي توقفي على رجليك من اول وجديد، تكملي الطريق اللي انتي بادياها باش تحققي الحلم ديالك. الموت راه علينا حق. ربي سبحانه وتعالى قال في الكتاب الحكيم ديالو من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت. كلنا غادي نموتوا في هاد الحياة هادي هي سنة الحياة، ما نقدروش نمنعوها. سمعتوا؟ كيف ما نقدروش نمنعوا الحزن ديالنا على الشخص اللي مات، ولكن ضروري ما عندنا حياة خاصنا نكملوها، لأن الحياة ما كتوقف على ود حتى شي واحد. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ شت فيه قلت له اتفقنا. قال لي واجي، يلا اجي نشوفوا هاد لي بات هادو اللي دارتهم صفيه اش كيقولوا كدير شي بات زوينين، شي ناضي عندها. وبدا كيوكلني، وانا كل ما كيعطيني شي دغيمه فمي ما كنكرهش انني ننقز عليه ونقول له خليني غير في الحضن ديالك، ما بقيت باغا حتى شي حاجه، خليني غير نتك عليك ونرتاح. الحضن ديالو ما عرفتش كان كيجيني دافي بزاف وكيعوضني على بزاف ديال الحوايج. المهم داز داك النهار بمشقة الانفس، كان نهار اللي صعيب بزاف، كانني كنعاود نعيش داك التجربه ديالي الاليمه اللي دوزتها مع ماما، كنعاود نعيشها من جديد، وداك الجرح تفتح من بدا وجديد. المهم داز داك النهار كيف ما قلت لكم، وجا لا غد ليه ومشيت للدار ديالي. من بعد ما اصر عليا مالك قال لي والو 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 انني ما نعاودش نبات في الدار ديال عائلتي مره واحده اخرى، زعما بالاخص في هذه الفتره هذه، لان راه داكشي متعب بزاف، وانا خاصني ما نبقاش تما زعما مده طويله باش ما ياثرش عليا داكشي، حيت هذيك هي الحاجه الوحيده اللي بقات ليا منهم. المهم جمعت حويجاتي وداكشي، واخا ما كنت جايبه حوايج، ومشيت نيشان للدار ديالي، دخلت نيشان البيت ديالي باش نبدل حويجاتي، حتى سمعت الباب كيدق. خرجت لقيت مالك هو اللي حدا الباب، وماما تصفيه كانت هي اللي جات للدار وداكشي. المهم كيف شافتني شداتني عنقاتني وبدات هكا كيطيطب عليا وجلسات حدايا. قالت لي اسمعيني يا بنيتي، باباك الله يرحمه قبل ما يموت اخر حاجه نطقها كانت سميتك، وقال لي قولي ليها تسمح ليا وما تقلقش مني، قولي ليها انني انا عارف راسي انني ما كنتش الاب المثالي اللي كتمناه، ولكن قولي ليها وعرفيها انني كان بغيها، هذيك راها بنتي وكبتي واول فرحه شافتها عينيا، قولي ليها تسمح ليا وما تقلقش مني. قلت ليها خالتي علاش غادا نسمح ليه؟ راه بابا ما دار حتى شي حاجه، هذا قدري ونصيبي ومكتابي، انا مسامحاه ومقلقاش منه، والله العظيم ما مقلقه منه. وكيفاش نقدر نتقلق منه؟ وهو بابا حبيبي اللي مشى وهرس لي ظهري. قربت مني وبست لي راسي وقالت لي يلا بنيتي دابا خاصني نمشي،
شوفي، انا موجوده الوقت اللي بغيتيني، تلقايني بحال ميمتك بنتي، سمعتي؟ غير تبغي شي حاجه اجي لعندي. قلت لها واخا خالتي لا يخطيك. ومشيت معاها حتى وصلتها لحدا الباب. ايوا غير خرجات سديت الباب، درت لقيته واقف قدامي ساكت داك المده كامله، وهو ساكت، بقى غير واقف وكيشوف فيا، كان بعيد عليا شويه، وحتى انا غير ساهيه فيه. وبحركه لا اراديه مني البنات لقيت راسي كنجري، حتى لقيت راسي دافنه راسي في الحضن ديالو، كنبكي ربي اللي خلقني. قلت له والله حتى كنبغيه، عمرني في حياتي ما كرهته، ويدير اللي يدير غيبقى بابا. انا غير كنت كنعاتبو، عندي واحد العتاب صغير عليه وصافي، ولكن راني كنبغيه بزاف 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 بزاف. هذاك راه بابا وحبيبي. بدا كيطيطب عليا وكيمسح ليا على شعري، كيقول لي بسمه دعي ليه بزاف، دعي ربي يرحمه. البنات على قد صعوبة الابتلاء ربي كيعطينا واحد القوة باش نتحملوا هذا الابتلاء هذا. وداز ويامات وشهور على الوفاة ديال بابا، وهو مازال في الداخل ديالي. الحزن ديالي عليه كبير، ولكن كيف ما خلاها مالك، الحياة ما كتوقف على حتى شي واحد، وهذه هي سنة الحياة. حاولت ندير اللي في جهدي باش نعاود نوقف على رجليا من بدا وجديد، وندير الحوايج اللي كيخليوني ان نعيش فرحانه. بداو الامتحانات، كان معايا في كل خطوه في حياتي، الخطوه اللي كنديرها كان كيعاونني فيها، كيخلينيش كاع نحس انني ما غاديش نقدر نكمل، ولا انني غادي نضعف. كان دائما كيشجعني، كيقومني هكا، كيوقفني على رجليا من بدا وجديد. غير كنحس براسي غادي النهار ولا عييت ولا طلع لي الدم، كيعاود يشد لي بيدي مره واحده اخرى. اش غنقول لكم؟ دائما البنات، وديروها حلقه في ودنيكم، ان الاختيار ديال سيدي ربي كيكون افضل بكثير بكثير بكثير، وتيقوني من الاختيار ديالنا. وكون ما كانش مالك في حياتي دابا، كون ما عرفتش راسي كيفاش غادي نكون، ما عرفتش حياتي كيفاش غادي تكون ولا كيفاش غادي تولي، كيفاش غتكون حياتي وانا بوحدي ما عندي حتى شي واحد. ولكن لا، ربي صيفطو ليا باش يكون هو الونيس ديال قلبي وقوه ليا، والحضن ديالو يكون هو الملجأ ديالي. المهم دازوا الامتحانات، كنت فرحانه بلا قياس، واخيرا وبعد تعب طويل ساليت، شديت الطريق ديالي للدار. ولكن كرد البال ولفت الانتباه ديالي واحد الوليد اللي عنده تقريبا شي 10 سنين، كان جالس كيبكي كيبكي كيبكي. ما نكذبش عليكم، قلبي ما عطانيش وما طاوعنيش انني نمشي ونخليه، حتى لقيت رجليا دايني لعنده، حتى وقفت حداه. قلت له مالك؟ شنو كاين؟ ليش كتبكي؟ قال لي بابا طايح في الارض، وانا ما لقيت حتى شي طبيب اللي يعاونني، خفت بابا يموت وانا ما عندي حتى شي واحد من غيره. قلت له فين هو؟ ها انا طبيبه ونقدر انني نعاونو. ناض من بلاصتو بالزرب الدري طار وداني حتى لدارهم. دخلت ولقيت واحد الراجل بصح طايح هكا في الارض، قربت منه باش نقيس النبض ديالو. الصراحه النبض ديالو كان ضعيف بزاف، وحتى النفس ما كانتش هكا، كانت بحال النفس شويه مقطوعه فيه. ايوا المهم شديناه حاولنا نهزوه انا وولدو، وحطيناه هكا على الناموسيه، وقلت لولدو كتبت لي هكا في واحد الوريقه واحد السميه ديال واحد البره هكا، وقلت له سير طير جيبها، وعطيته حتى الفلوس. داكشي اللي كان مشى الوليد الحمد لله، الفارماسيان جابها الطاير وجا، وانا عطيت دقيت لي هذيك الشوكه هذه، وشويه بشويه الراجل بدا كيفيق. شت فيه وقلت له سيدي الحمد لله على السلامه. قال لي الله يسلمك يا بنتي، شنو وقع؟ قلت له انت راه تعطلتي على الشوكه ديال الانسولين ديالك اليوم، والحمد لله ان جيتك في الوقت المناسب، ولا كنتي غتدخل في غيبوبه. قال لي شكرا شكرا يا بنتي. شحال حسبتي عليا؟ تبسمت بهدوء وقلت له
انا ما بغيت فلوس. بغيت بغيتك غير ترد البال لصحيحتك. سمعتي؟ راه كنت تشوف الحاله ديال ولدك كيفاش كانت دايره. راه ما عمرك ما تعاودها. وكون ما شفتوش بحال هكاك ما غنعرفش انك راك عيان ولا. رد البال لراسك، الله يعطيك السر على ود هاد الوليد هذا. والله يحفظه لك يا ربي. قال لي الله يكتر خيرك يا دكتوره. والله يبارك ليك ويسعدك ويسرح طريقك ويبعد ولاد الحرام من طريقك وكذا. وهاد العيا معايا بالدعوات، الله يكتر خيره والله يجعلهم مقبولين يا ربي امين. ايوا خرجت من عندهم البنات، ما كانت قاداني فرحه. ناري شحال كنت فرحانه. وانا بديت اول خطوه في تحقيق الحلم ديالي، انني نعاون ونعالج الناس اللي ما فحالتهمش. فابور بارك عليا، غير شي دعيوه هكا يدعيو ليا بيها. بارك عليا. ايوا تميت راجعه للدار وما قاداني فرحه. رجعت وكان مالك مازال في الخدمه ديالو. قديت ليه الماكله حتى جا، وكنت متحمسه بزاف انني نعاود ليه. ديك الساعه كانت شي 9 ديال الليل تقريبا بحال هكاك. كان دخل ولكن باينه فيه عيان بلا قياس. جلس، كلا ودخل باش ينعس بلا ما يقول حتى شي كلمه. وانا حيت شتو بحال هكاك بحال عيان ومرهوق بلا قياس، فما قدرت نعاود ليه حتى شي حاجه. لا غد ليه. اصبحنا واصبح الملك لله. كنت ناعسه ونفقت على الصوت ديال شي واحد برا كيهضر بشي صوت عالي. خرجت لبرا ولقيت مالك وماماه واقفين والغوات هكا. وهداك الغوات كان جاي من عندها حتى هي اللي كانت كتغوت. شفت فيهم وقلت لهم صباح الخير. قالت لي الخير. والله الا على سلامتك بنتي، على سلامتك اللي شرفتينا وبنتي. ومنين غادي يجي الخير يا بنتي؟ منين غيجي الخير؟ قلت لها لاباس خالتي. على شنو واقع؟ قالت لي بلاتي. الا انت فين كنتي البارح؟ الا لا بسمه فين كنتي؟ انا ما فهمتش شنو كتقول. قلت لها كنت في لافاك وكان عندي النهار الاخر في قرايتي في الامتحانات ديالي. كنت عارف هادشي يا مالك وشنو كاين؟ قال لي شنو؟ زعما ما مشيتيش عند حمد؟ قلت له حمد؟ شكون هاد حمد هذا؟ قالت لي لا ياك ماك صحابك حنا في دار غفلون ولا حواله وعندنا القرون. الناس كلهم شافوك وانتي خارجه من الدار ديالو البارح. وجالسين كيشربوا بك برارد ديال اتاي وزايدين حتى حنايا معاك. انا ما كنت عارفاهم علاش كيهضروا. شكون هاد حماد؟ واش عليه واش مشيت ندير عنده؟ بقيت كندورها في راسي حتى تفكرت الراجل اللي كان عيان البارح وكان طايح ومشيت دقيت ليه لانسولين. قلت له عقلت الراجل بصح كنت عنده في الدار غير هو. قلت لي لا اش غتزيدي تحجي لينا وتعطينا في الدلائل والبرهان؟ صافي كنت عنده في الدار صافي. شاف فيها ولدها وقال لها امي خليها تكمل. قلت ليه بصح انا كنت عنده البارح ملي كنت راجعه من لافاك. لقيت واحد الوليد تقريبا في عمره شي 10 سنين كيبكي ربي اللي خلقه. مشيت لعنده عادي. سولته حيت قلبي ما طاوعنيش وقال لي ان باباه عيان بلا قياس وخايف انه يكون مات ولا شي حاجه. وهذاك الخوف ديالو انا عارفه شنو كيعني، حيت انا اكثر وحده عارفه داك الاحساس انك تفقد شي واحد من عائلتك. فمشيت معاه والراجل بصح كان طايح للارض وما كاينش في هذا العالم. كان مغمى عليه كيف ما كنقولوا مغيب. صيفط ليه على البرا دقيتها ليه والحمد لله كان فاق. وجيت نيشان للدار ديالي وهادشي اللي وقع. اقسم لك بالله والله العظيم حتى هادشي اللي وقع. قال لي ولكن انت علاش ما قلتيش لي هاد الهضره هادي البارح؟ قلت له شوف انا راه جايه طايره بالفرحه باش نعاود ليك، ولكن انت راه كنتي راجع من الخدمه عيان ومقلق، وقلت زعما ما نعاود ليكش البارح حتى اليوم ترتاح وترجع مزاجك وترجع دماغك وديك الساعه نعاود ليك. والعجوزه السوسه المسمومه دارت يديها تحت هكا في الخصر ديالها وبدات كتهز وقالت له انا راه قلتها لك وانت اللي ما كتسمعنيش. كنقول لك بارك من دك المعامله ديالك معاها راها ما تستاهلش دك الطيبوبه ديالك معاها وديك الحنان اللي كتعطيها. هانت هيا في الاخر حطات راسنا في الغيص وخلات سيرتنا على كل لسان. قتلها ولا طلقها ولا دير فيها شي عجب وهنينا من هاد العار اللي جابتو لينا. ويلي على هاد العار. استغفرت الله العظيم، واش هادي هي واكله البصاره ولا واكله شي عجب؟ قال لها عندك الحق امي. قلت له شنو؟ قالت لي ايه
مالك شنو كيصحاب لك؟ هادشي اللي خصو يوقع. وحده بحالك جابت لينا العار وخلات سيرتنا على كل لسان. انا ما قدرتش نزيد نسمع كماله ديال الهضره. حسيت البنات بالدوخه، حسيت براسي كنمشي وكنجي، والظلام هكا صافي سيطر عليا. ملي حليت عينيا لقيت راسي وانا هكا ضعيفه مساليه. لقيت راسي في البيت ديالي، و عجوزتي لف على القرطيطه جالسه على طرف السرير وقالت لي يا نتي يا اختي كيسحب ليا غير متي. الصراحه كان غيكون حسن، ولكن لا، ما تموتيش، انت خاصك تكوني عبره قدام كاع الصحاب والحباب، سمعتي؟ انت خاصك نخليوك عبره لكاع كل وحده هكا تفكر دير شي حاجه ما هياش مع عائلتنا. انا يا البنات ما رجلي ما هزينيش، وكل اللي كنت راعد وفاشله. قلت لها فين هو مالك؟ بغيت نشوف مالك. قلت لي تشوفيه ولدي راه غلط ملي خلاك ديري داكشي اللي انتي باغاه، وخلاك بنت الناس حتى انتي. بالعكس، هو كان خاصو يخشي لك زنافر يحكم لك مع الارض ويهرس لك دوك الركابي. ولكن غنقول لك، رخيصه بتعليمه، وهو راه غادي يخلص الثمن ديال الغلط ديالو، وهو اللي غادي يتفاهم معاك بيديه، واخرتك غتكون على يدو. قالت الهضره ديالها وخرجات، سدات عليا الباب، وساعه وانا جالسه تما. ناري البنات دازت عليا ديك الساعه بحال شي عام، ما سكتش من البكا. ويلي، دابا انايا غيقتلوني، ولا ما عرفت غيحبسوني، ولا ما عرفت غيديروا ليا، حيت انايا نقدت واحد الشخص اللي كان ممكن انه يموت و ولدو يتيتم. دابا انا بحال هكا جبت لهم العار. ها، ناري البنات كيف سمعت الباب كيتحل، نط قافزه مفزوعه، شت فيه وقلت له مالك؟ قال لي بدلي حالتك ويا الله. قلت له شنو غادي دير فيا؟ قال لي غادي نسكت فم الناس. قلت له فم الناس؟ علاش هادشي كامل؟ حيت انا نقدت الحياه ديال واحد كان ممكن يموت. اه، عار دابا انني نقدت واحد الوليد من اليتم ولا شنو؟ قال لي يا بنت الناس بدلي حوايجك، ما بقيتش باغي قوه الهضره، سمعتي؟ اللي غلط خاصو يتحمل النتيجه ديال الغلط ديالو. يلا بغى يتحرك باش يخرج لبرا، وانا ما فاهماش فين هو داك التفتح وداك الديمقراطيه ديالو. مشيت عنده كنجري، عنقته بكاع القوه اللي عندي لداخل. راه شي حاجه لداخل كتقول لي مستحيل ان مالك يدير بحال هكا، مستحيل مستحيل. قلت له دابا انت ما متيقنيش مالك ياك؟ انا اقسم لك بالله ما درت شي حاجه اللي تهبط راسك ولا تطيح راسك هكا في التراب. انا مازال على الوعد اللي وعدته لراسي ولربي، انني نساعد اي واحد محتاج ونعاونه. ولا كنتي انت كتشوف ان هادشي هذا غلط، وان العقاب ديالو ما عرفت شنو هو بالنسبه ليك، الموت ولا ما عرفت شنو باغي دير فيا، انا راضيه. ولكن شوف، عافاك. الا كنتي باغي دير شي حاجه اللي ما هياش، ما ديرهاش بيدك. عافاك، عافاك ما تكونش نتايا. غمض عيني ونفس طويل عريض كيف ما العاده، وقال لي ها انا خارج بد ما تبدلي حوايجك. وبعدني عليه ومشى هكا واحد جوج خطوات وانا نشدلو في يدو. قلت له شوف، واخا هادشي كامل اللي كيوقع وهاد الظروف كامله كتقول لي انني خاصني نخاف منك، حيت ما عرفتك شنو غادي دير فيا وباين شي حاجه اللي خايبه، ولكن انا مازال ما كنحش بالامان غير وانا معاك مالك. ناري البنات هضر بواحد الضعف اول مره غنشوفه، وقال لي علاش درتي بحال هكا؟ قلت له اقسم لك بالله ما درت شي حاجه، تيقني انني ما درت حتى شي حاجه. قال لي الراجل راه قال كل شيء. قلت له شنو؟ قلت له شنو غادي يقول؟ جر يدو مني وقال لي بدلي حالتك وبلا ما تضيعي الوقت. عاوتاني عنقته مره واحده اخرى وقلت له شوف، تقدر تكون هذه اخر مره غادي نعنقك فيها. انا ما خايفاش، انا مازال حاسه بالامان اللي كل مره فيما كنعنقك كنحس بيه. ويمكن هذه اخر مره نقدر نشوفك فيها ولا. المهم بغيت نقول لك باللي انا كنبغيك. وخليته ومشيت دخلت نيشان للدوش باش نبدل حوايجي. بشويه
وانا هكا نبدل وساهيه حتى خرجت، لقيت صفيه واقفه كتسناني كتبكي. ربي اللي خلقها. عنقتها قلت ليها يقدر يكون هذه اخر تعنيقه. عنقتني حتى هي وطيطبت عليا، وزدت انا وياها يد كطيطب ليا على ظهري، كتحاول هكا تخفف عليا زعما داك التقليقه وداك التوتر اللي انا فيه. ناري يا البنات، تفكرت نهار كتاب كتابي، نهار اللي تزوجت بيه، نفس الطريقه، نفس الشده اللي حاولت تطمئني بها. ودابا انا خارجه ما عرفتش شنو غيدير فيا، واش غيقتلني ولا غيديني البوليس ولا ما عرفت شنو غادي يدير. ناري كيف خرجت لقيت العائله كانت كبيره ديالهم، وهما كانوا من داك النوع، حتى الوالد ديالي من داك النوع ديال الاعراف والعيب والعار والحشومه. عرفتوا كيفاش كانوا رجعيين شويه في الافكار ديالهم ويديهم واصله. المهم كانوا كلهم هكا مجموعين بزاف، العائله كبيره مجموعين ودايرين هكا واحد الدواره قدها قداش، وفي الوسط ديالها واقف ملك ومعاه هاز في يدو واحد الفرد ديال البنات. ناري هاد المنظر هذا راه ما بغاش يحيد ليا من قدام عيني. مشيت حتى وقفت حداه، ما عندي كي ندير نهرب، ما عندي كي ندير، ما عنديش كيفاش ندير، ما عنديش حل، ما عنديش محضيه من كل جهه وطريق. الناس كلهم كيهضروا مع بعضياتهم، الناس كلهم كيوشوشوا مع بعضياتهم، وكنا حنايا ماشي، كنا بحال في واحد الفيلاج اللي ما بعيدش بزاف على المدينه، لاصق على المدينه، ولكن عنده قانون ديالو بوحدو نقدروا نقولوا. وعائلتنا وعائلتهم راه كانوا من بين الناس اللي معروفين تما، ولا هما الناس اللي معروفين تما ويديهم واصله واصله، وبالاخص هما. ناري يا البنات، كان كل شيء كيبغي يلغي بلغاه، كل شيء كيلغط، كل شيء كيهضر، وانا التركيز ديالي كامل معاه، كنت غير كنشوف ليه في عينيه. ناري ناري فاش عمر داك الفردي، تسمع داك الطقطق، ناري واحد الرعشه هكا شداتني، بدا كيقرب مني بشويه بشويه، وشد داك الفردي وحطوا ليا في الجهه ديال راسي. نكذب عليكم ما بغيتش نسد عيني، بقيت كنشوف ليه في عينيه نيشان، وقلت له عافاك، خلي شي واحد اخر من غيرك انت يقتلني، عافاك انت بلاش. وهنايا كنشوف يدو بدات كتضغط على داك الزناد، وهنايا غمضت عيني مزيان وتخلعت، ترعبت ملي الصوت ديال داك القرطاسه اللي خرجت من الفردي تضرب في السما، خلات الناس كاملين يسكتوا. حليت عينيا كنلقاه داك الفردي دايرو في الجهه ديال واحد البنت هكا في العشرينات بحال كتاهي من عمرها. قرب منها وقال الا كانت امك عيانه مريضه كتموت قدامك شنو غديري؟ قالت له امي. قال لها وهي الوحيده اللي باقا ليك من عائلتك كلها، وما كاينش غير واحد طبيب اللي راجل هو اللي خصو يجي ويكشف عليها. واخا انت عارفه الاعراف ديال بلادنا او التقاليد ديال بلادنا مانعه ان راجل يكشف على امراه، ولا امراه تكشف على راجل. واخا تكون الموت كيموت، اش غديري انت ديك الساعه؟ قلت له ما غاديش نقدر نخليها تموت، ما غاديش نقدر نعيش من غيرها اصلا. قال بواحد الصوت عالي وهو شادها من يديها، يلا زيدي حتى انت تقتلي، زيدي وقفي حداها باش نقتلكم بجوج بحالك بحالها. الناس كلهم بداو كيغوتوا، ولا وشنو دارت باش تقتل حتى هي، وعلاش كتخلط الامور وهي ما دارت والو. غوت وقال راها باغا تدخل طبيب راجل لعند امها وتهرس القوانين، باغا تجيب العار للفيلاج. وعاوتاني بداو يلغطوا ويغوتوا. واحد السيد قال لي لا، واش انت بغيتي تخلي امها تموت باش هي تيتم وزعما هادشي هذا راه حرام وربي ما يبغيش وكذا وهادي ومن هنا. وبدا كيفهم عليه كلشي، كان كيلغي بلغاه. الردود ديالهم كانت مختلفه، ولكن كلهم اجتمعوا على حاجه وحده، ان ماشي مهم ان القوانين تهرس ولا تكسر،
المهم هي الحياه ديال العائله وديال الاهل انها تبقى هكا مجموعه وينقذوا الحياه ديال شي واحد كيموت. ايوا غوت عاوتاني وقال لهم ايوا دابا من هادشي اللي قلتو كلشي خصو يموت. وكانوا كيلغطوا هكا قوه الهضور حتى سكتوا. وهو يكمل وقال واش شي واحد فيكم هادو نتوما اللي كتهضروا يقول واش شاف مراتي خارجه من الدار ديال داك الراجل بوحدها؟ حتى واحد ما جاوب. قال اذا حتى شي واحد ما شافها. واحد جوج قالوا ليه لا راه عصام الخياط راه شافها. غوت وقال عصام يجي عندي لهنا. وخرج واحد الدري من تما الملامح ديالو باين عليهم كيقفقف من الخوف. قال له قول لي يا ست عصام انت شنو شفتي؟ ما جاوبوش. كمل هضرته وقال ليه شتي مرتي وهي خارجه من دار غريبه بوحدها ياك؟ قال له اه. قال لهم ها هو قال داكشي اللي شافه ولكن هو راه ما شافش كل شيء. عيطوا على احمد هذاك اللي انا كشفت عليه ودقيت ليه البرا ديال الانسولين وداكشي هو ولده. وقال لهم قولوا لي كل شيء من طقطق حتى السلام عليكم. داكشي اللي كان قالوا ليه ليستوار من ا حتى لزاد داكشي بالتفصيل الممل. قال لهم مراتي مشات دير بالوعد اللي وعداته لسيدي ربي انها تنقذ اي واحد محتاج شي مساعده. مرتي نقدات واحد الطفل من اليتم. مرتي اشرف مرة وسط كاع هاد العيالات اللي كاينين هنا. مرتي كتعرف ما بينها وما بين الله بلا قياس. انا ملي سمعت الهضره ديال هادشي اللي تقال وهادشي اللي كتلوكوا فيه وكتقولوا فيه ساهل عليا نجي نقطع عليكم الركابي ديالكم ونحشهم لكم من جدر كلكم بدون استثناء. اللي يفكر كاع غير مجرد تفكير انه يهينها ولا يفكر فيها بواحد السوء غير يفكر راهني نخرج عليه. انا متاكد من البراءه ديال مرتي حيت هي ماشي مذنبه من الاول ماشي مذنبه. هذيك غير هضرات العيالات ما عندها حتى شي لازمه ما عندها حتى شي اساس من الصحه. ما عندهم لا شغل لا مشغاله حت هذه دارت هذه فعلات هذه دارت هذه فعلات. ما عندهم شغل وحنايا داينها فيهم. قرب مني وباس لي راسي وكمل انا فخور بمراتي واللي دارته. شي داك العار اللي نتوما كتحسبوه عار انا عندي فخور به. نتوما مسالي قبكم تعاودوا وتزيدوا وتتبدلوا في الكلام وتنقصوا وتفصلوا وتخيطوا كيف ما بغيتوا. اما باش تقلبوا على شي اثبات وتشوفوا الامور كيفاش دايره لا. نتوما كتموتوا على الهضره الخاويه واللوك الخاوي. هاد المره هادي جات على مراتي والهضره كانت على مراتي. اذا اللي غلط خاصو يتعاقب. ايوا شدك الفردي ما يحطوا غير الراس ديال العصام اللي وصل لهم الخبز للفران. انا ما نكذبش عليكم كيف شفت بحال هكاك مشيت كنجري وقفت قدامه. عافاك ما ديرش بحال هكا. تبسم ليا ونقل النظر ديالو العصام اللي عينو كانوا هكا محطوطين غير في الارض وكيقول له اسمح لي ما كنت عارف الامور غتوصل حتى لهنا. قال له الحمد لله احمد الله ان مراتي ماشي بحالك. كما كانت هي هاد الفردي هذا نخويه في داك الراس ديالك اللي عامر غير بالعجينه. ودابا اسيادنا مالين الفيلاج كلهم اللي هدر في مرتي واللي ما هدرش اللي تيق واللي ما تيقش كلكم غتعتذروا لمراتي عيالات ورجال كتسمعوا ولا لا. ناري البنات واحد الهيبه كانت عنده ناري واحد الكلمه كانت عنده ناري غير يهضر معاك يخليك كترش فيه في بلاصتك. ولكن انا هادشي ما رديتش ليه البال حتى لدابا. معايا انا كيبقى كيكون انسان واحد اخر. ولكن ملي وقع هذا المشكل فحسيت بواحد الاحساس في شي شكل من جهته يقدر غير يشوف فيك تبدا كلك ترعد. المهم كلهم اعتذروا ومشاو وانا رجعت للدار. دخلت نيشه للدوش بغيت هكا غير نحيد داك العيا وهاد الكوابيس اللي عشتهم في هذا النهار هذا. ولكن الهضره ديال مالك يا مالك اللي كان هكا كتعاود في دماغي ما كنتش متفاجئه من داكشي اللي كنت كنحس به لداخل ديالي. وكيقول لي يا مالك ما يقدرش يدير هذا الشيء. عشت معاه شويه يعني شهور ولكن عرفتو كيفاش داير. المهم دوشت داك التدويشه حاولت هكا نفض فيها الافكار ديالي وداك التعب ديالي وداك الخلعه وكل شيء حاولت انني نخفف على راسي شويه.
خرجت لقيته جالس في البيت. قلت له مالك؟ قال لي العوينات ديالو. قلت له واش انت بصح كنتي ناوي تقتلني قاطعني وقال لي وعدتك عمرني ما نفكر ناديك، وعدتك نكون الامان ديالك وانا على الوعد ديالي. قلت له ولكن انت راك ايوا هنايا. قاطعتنا عاوتاني داك اللف على القرطيطه ديال مو داخله معصبه. قالت له هادشي درتي ساحر عليك هادي ولا ما عرفت شنو دايره عليك؟ غير قول لي هادي راه كان خاصها تموت، خاصها تموت وتكون عبره لكل شيء. امتى انت وليتي كيغروك العيالات وانت شوفها منك تهد الجبال؟ وقف قدامها يا البنات قال لها درت داكشي اللي كان خاصو يدار ميمتي، درت داكشي باش نثبت البراءه ديالها قدام العادي والبادي، سمعتي؟ والله ويعاود يهضر على مرتي شي واحد حتى نقطع عليه اللسان من الجدر ديالو. درت داكشي حيت مراتي ما عندها حتى شي ذنب. انا نقدر نكون في بلاص احمد شي نهار من الايامات وهي اللي غادي تجي وتعاونني، سمعتي؟ انا درت هذاك الشيء حيت انا فخور بها وغنبقى فخور بها حياتي كامله. الوقت اللي ربي عاطيني الروح كتطلع وكتهبط فيا غنكون فخور بها. تمشي وسط الفيلاج قدام الناس كاملين وهي رافعه راسها وما ما كاينش شي واحد يقدر يقول ليها تلتي الثلاثه كام، ما يقدرش يسولها حتى شحال الساعه، سمعتي؟ ناري مو فاش قال لها هاد الهضره هادي قالت كتشوف فيا واحد الشوفه ناري. اما انا وانا كنت في حال فمي في مولاي السلطان ورا كنت كنشوف فيه واحد الشوفه هكا. الفرحه كتنقز من عينيا. المهم خرجت ماما وانا مسمره بحال هكاك ويقول لي شي حاجه كنتي قلتيها ليا قدام الباب ديال البيت الاخر ليه. وانا بصراحه راه درت هادشي كله غير باش ما تكونش اخر مره تقوليها. قلت له اين الكلمه هادي؟ قال لي كلمه قالت قدام الباب ديال البيت الاخر بغيت نعاود نسمعها. قلت له تفكرت. قال لي وشنا هي؟ قلت له لا ما عرفتش. قال لي فين هو الفردي؟ انا غنضرب راسي شي قرطاسات ونتهنى مع راسي. قلت له مالك؟ قال لي كان بغيك. قلت له شنو؟ قال لي كان نبغيك. قلت له ولا وغير بشويه عليا راه هاد النهار هذا باينه غادي يطير ليا الفريخ. بدا كيقرب مني بشويه وانا عيني مفكسين فيه. قال لي قوليها. قلت له شنو هي؟ قال لي كان بغيك. بقيت غير حاله في فمي. قلت له كان بغيك. قال لي وانا كنموت عليك ومن اول نهار شفتك صافي وليت ملكك ووليت ديالك وهذا النهار هذا بالضبط انتي غتولي ديالي وعلى حسابي وملكي انا بوحدي. هزني البنات من تحت كتافي ما عرفتش كيفاش ولا وقتاش حتى لقيت انا وياه عايشين في عالم تاني. وكانت احسن ليلة في حياتي، ليلة ولا في الاحلام. كان شخص بمعنى الكلمة، انسان بمعنى الكلمة، كيراعي جميع الظروف وكان متمكن بامتياز. ناري البنات تعامل معايا بكل حب وطريقته بحب كانت مختلفة تماما على الطريقة ديالو السابقة. كان كيتعامل معايا بطريقة زوينة وكيبين لي، ولكن فاش اعترف لي انه كيبغيني كان هازني على كفوف الراحة ودوزت معاه اشهر اللي كانت ولا في الاحلام. عرفت مالك الراجل، مالك لا الانسان الحقيقي اللي توقفي معاه توقفي عليه تلقايه في جنابك. امو اللي ما كانتش حاملاني كان واقف ليها على الغلطه، خصها غير تقول شي كلمه ما كيخلينيش حتى نجاوب. كان هو كيحميني من كل شيء، كيحميني حتى من راسه ومن راسي. ودازت 10 شهور تقريبا. مالك فاق عافاك مالك عاوني بسم الله الرحمن الرحيم شنو كاين؟ واقيلا غادي نولد. عاوني قال يا تولدي كاين شي واحد كيولد مع 5 ديال الفجر. نعسي الحبيبه ديالي نعسي. شوفي راه واقيلا غير عييتي ولا شي حاجه، انا كنقولك ما تعييش راسك.
واقيلا غير داك الوجع اللي كيجيك ولا شي حاجه. شوفي راه المره اللي فاتت راه درتي فيا بحال هكا. نعسي حبيبه ديالي وما تفكري حتى شي حاجه. ونعسنا ورجع نعس وخلاني ناري يا البنات. ناري اش غنقول لكم. انا بقوه الوجع اللي شدني، بقوه الاعصاب اللي شدوني، راه عضيته غير عضه من دراعو. عضيته غير عضه. قال لي داك بنت العض هذا، داك بنت العض هذا. قلت له كنقول لك انا غادي نولد وانت كتهيبل عليا. اش كتهضري من نيتك؟ قلت له بنت لك دابا انا كنضحك. واش بنت لك كنضحك؟ وانا مسكين قافز من بلاصتو. وبدا كيدور غير مع راسو، كيدور في بلاصتو وكيقول يا ربي يا ربي يا ربي انا غادي نولي اب، غادي نولي اب. قلت له الله يعطيك ما تاكل، الله يعطيك ما تاكل. اش كدير دابا انت؟ اش كدير يا ربي تاخذ فيه الحق يا ربي؟ قال لي بصح انا شنو كندير دابا؟ شنو كندير؟ ما عرفت ما ندير بس ما عرفت ما ندير. قلت له سير عيط لصفيه، عيط صفيه، عيط للطبيبه، دير شي حاجه. الله يعطيك ما تاكل، الله يعطيك ما تاكل، راني كنموت كنموت كنموت. حنايا كنا مقررين اننا غنولدو في الدار. داكشي علاش كنا متفقين مع الدكتوره اللي كانت كدير ليا بزاف الفحوصات وشحال من حاجه انها تتابع الحاله ديالي. المهم كيف جات الطبيبه وصفيه حتى هي، اش غنقول لكم، هما فكوه من يدي لقاوه كله عضان، ما جاو يجيو حتى كنت شبعت عصا. عرفتو يدو عامره بالعضان والهكا الضفار مغروسين فيه. اش غنقول لكم، راه قتلني قتلني قتلني. ايوا تما الطبيبه قالت له الف الف مبروك، المدام راه ولدات بنيته كي القمره، تربى في عزكم ان شاء الله. ناري موت مالك حتى موت مالك موت مالك حتى هي كانت تما. قالت له بنت عوض ما تجيب لينا ولد باش يهز سميتو جايبه بنت. شفت فيها وانايا ما عجبنيش الحال بصراحه. وقلت لها خالتي هادشي عوض ما تقولي لي الحمد لله على سلامتك كتقولي لي هاد الهضره هادي. قالت لي علاش نقول لك الحمد لله على سلامتك كنتي جايبه لينا بنت؟ قال لها ولدها ومالها امي بنت مالها، راه البنات راه رزق من عند الله وانا ربي الا مشى حتى عطاني 3 ديال البنات ولا 4 راه ما كرهتهمش يدخلوني للجنه. الدراري راهم نعمه ميمتي، يكونوا بنات ولا يكونوا ولاد، انا اللي جات من عند الله راضي بها الحمد لله والشكر لله. خرجت من البيت وما عاجبهاش الحال ومعصبه وكتنفخ وتهز في كتافها وكتبرقم تما. المهم ما داهاش فيها، جا جلس حدايا وباسني من راسي وقال لي الحمد لله على السلامه ديالك، للت العيالات يا للت البنات الغزاله ديالي. قلت الله يسلمك يا حبيبه ديالي، شنو غتسميها؟ قال لي غنسميها جميله. شفت فيه وانا مصدومه. ناري يا البنات شحال فرحت، ناري شحال فرحت وانا كنعيط ليها جميله، السميه ديال ماما هادي اللي كنت كنتمنى انها تكون معايا في هاد اللحظات هادو. شهد الراجل شهد الراجل غيسطيني وغيحمقني. كل ما نقول زعما صافي هذا حدو كيزيد يفاجئني بشي حاجه واحده اخرى. المهم دازو سنوات وانا واقفه في الكوزينه كنوجد الماكله. ماما ماما نعمه جميله، اميره راه كتاخذ ليا اللعب ديالي وكتخسرهم، واسماء راه كتغوت صدعتني. قلت له اش كاينه وليداتي اش كاينه الحبيبه ديالي؟ ديري شي حبيبه عقلك في اختك، انت الكبيره وانت اللي خصك تردي ليهم البال. راه اختك كيف ما كانت الحال باقا صغيره، واخا انت صغيره ولكن اختك راه محتاجه ليك. المهم خرج جري 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 جري، مشيت نيشان من الكوزينه من البيت ديالهم، مشيت نيشان نشوف اسماء. مشيت لقيتها مخسره لاكوش ديالها. ايوا بدلت ليها وهزيتها بشويه وبديت هكا كنتحرك بها في ديك البيت ديالها حتى نعسات، وحطيتها عاوتاني في الناموسيه ديالها بشويه. خرجت ورديت الباب من ورايا بشويه، مشيت للصاله لقيت زوجي حبيب وقرة عيني راجع من الخدمه وجالس وبنياته جميله واميره جالسين حداه وهو كيفك ليهم المشاكل. اميره علاش اختك كتشكى منك؟ وحيت ما بغاتنيش تعطي لي الالعاب ديالها. وانتي علاش ما كتبغيش تعطيها الالعاب ديالك؟ كنتو اخواتات وخصكم تشاركوا في كل شيء. حيت هي باسله وخايبه وكتبقى تخسرهم ليا. جميله لا حبيبه هذه راه اختك كيف ما كان الحال. صافي بابا اسمح لي. ايوا هنايا اميره ناضت، لا انا ماشي خايبه انا جوينه بابا، وهي ما كتيهاش فيا وما كتلعبش معايا وهي كتمشي غير عند اسماء ودابا فجات اسماء ما كانت اسماء كانت كتلعب معايا وفجات اسماء مشات كتلعب معاها، وهادشي واحد فيكم ما كيديها فيا وكتخليوني بوحدي، وهادشي
عباد الله. عرفتوا شنو؟ ما كناش متوقعين ان اميره تكون كتغير من اسماء. دوك باها هزها وخشاها في الحضن ديالو، عنقها وقال ليها حبيبه ديالي، هي راها غير ما رداتش البال، ولا حتى شي واحد فينا ما رد البال، غير هي اسماء دابا صغيره، ما كتقدرش تمشي للطواليت بوحدها، وما كتقدرش تاكل بوحدها، يديداتها مازالين صغيورين، وخصها اي حاجه بغات ديرها حنا اللي نديروها ليها، بحال اللي كنتي انت صغيره، سمعتي؟ وحتى انت خاصك تعاوني معانا وديري ليها بحال داكشي اللي حنا كنديروا ليها، باش هي تحس بيك وتولي كتبغيك بزاف، حيت انت اختها الكبيره. راه ملي كنتي قدها راه كنتي هي انت كلشي، سمعتي؟ وحنايا راه كنبغيوكم كاملين بحال بحال. وانت يا جميله ابنتي، انت الكبيره ودابا كتفهمي الحمد لله، خاصك توزعي الاهتمام ديالك على خويتاتك بجوج. راه مسكينه هي ما باغاش تقلقك، غير كتغير وصافي، وبغاتك تردي معاها البال وتلعبي معاها بحال الاول. جميله عرفات باباها شنو بغى يقول ليها وشنو يوصل ليها، ايوا ناضت وعنقات اختها ودخلوا للبيت ديالهم كيلعبوا. انا مشيت نيشان للجهه ديال القليب ديالي وعنقته، وقلت له الحمد لله على سلامتك راجلي العزيز يا بات بناتي. قال لي الله يسلمك اموت بناتي. قلت له كيفاش هاد اموت بناتي عاوتاني؟ راه فاش قلتيها لي حسيت براسي بحال غلاضيت بلا قياس. ها ياك ما وليت ماشي هي هذيك ما عجبتكش ولا شي حاجه؟ قال لي شوفي انا كنبغي الروح ديالك اللي يدوز عليها شحال ما داز ديال الوقت كتبقى غزاله بحالك. انا حياتي كلها وانا كنشوفك بحال القمره اللي مضويه علينا، انت هي النواره ديال الدار. قلت له غير قول لي هاد الهضره الزوينه والكلام الزوين منين كتجيبو؟ شير على قلبه وقال لي من لهنا الزين ديالي، الحب ديالي. انا ما اختاريتكش، ولكن ربي اختارك ليا، وهذه كانت احسن حاجه وقعت لي في حياتي، ولو كان يرجع بيا الزمان اللور اختارك من تاني ومن تالت. انتي احسن تعويض عوضني به سيدي ربي. الحاجه اللي كتجي من عند الله دائما كتكون زوينه. عنقت وخشيت راسي فيه وقلت لم يكن لقاؤنا صدفه، بل كان رحمه من الله لقلبي. دمت لي شيئا جميلا لا ينتهي. وتوتا توتا خلصتي الحدوته. الغزالات ديالي حتى لهنا وصلنا للاخر ديال القصه ديالنا، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تخليو ليا كيف جاتكم في لي كومونتير، ولا كنتي حتى لدابا مازال ما درتيش لايك ما تنسينيش منه. الغزاله ديالي الشميعه ديالي. حتى لهنا ما بقى لي غير نقول لكم احبابي ما سخيتش بكم حتى القصه المقبله ان شاء الله. خليت لكم الراحه ومع السلامه، كنحماق عليكم.